المواقع الإخبارية ومصدر أمني المواقع المحجوبة تمثل صداعا للنظام. اتسعت دائرة الحجب، وأنا معايا دلوقتي الأستاذ الصحفي الكاتب الصحفي محمد منير. أستاذ محمد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ محمد، ازيك يا حبيبي؟ أستاذ محمد، تعليق حضرتك على اتساع دائرة الحجب وأن نقابة الصحفيين بتخاطب المجلس الأعلى للإعلام لمعرفة الموقف القانوني لحجب المواقع الإخبارية. تعليق حضرتك على الخبر ده. يعني أولا حكاية الموقف القانوني دي نقطة سخيفة، لأن الموضوع كله على بعضه خارج القانون، يعني مش ملوش علاقة بالقانون، بدليل ده موضوع سياسي، بدليل أن نقابة الصحفيين أو نقيب الصحفيين فور صدور أول دفعة أو أول قرار من أول دفعة من قرارات الحجب أعلن تأييده واعتبر أن هذا جزء من محاربة الإرهاب. أنا ما أعرفش إزاي، يعني الربط كده إزاي، ده موضوع أنا ما أعرفوش. يعني نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين الحالي أو جزء السواد الأعظم من مجلس نقابة الصحفيين الحالي مؤيد لقرار الحجب من الأول. أيوة، عشان كده يا فندم تصديقا لكلامك المصدر الأمني بيقول المواقع المحجوبة تمثل صداعا للنظام. ما هو تمثل صداعا للنظام مش عن طريق النقابة، ده تمثل صداعا للنظام في الرأي العام، يعني وخاصة ان تاني يوم قرار الحجب او ثالث يوم اتسعت دائرة الحجب وشملت مواقع اقتصادية ومواقع شبه رسمية، فطبعا ده اساسا ليه هدف تاني، يعني ده ليه هدف بعيد، هو يعني احنا عاوزين نعسكر مجتمع الصحافة، فبنسيطر عليه عن طريق حاجة اسمها الهيئة العليا للصحافة. فهو مفيش حاجة اسمها موقف قانوني، لأن أصلا طيب لو أنت بتبحث عن موقف القانوني تبحث قبل قرار الحجب، مش بعد ما تحجب. مش بعد. طيب خليني أسأل حضرتك على سؤال. على النهاردة كانت الجلسة أولى جلسات الأستاذ خالد علي، واللي متهم بأنه ارتكب فعل فاضح بعد صدور القرار بتاع المحكمة الإدارية العليا بأحقية مصر لتيران والصنافير. النهارده كان في ازدحام في الجلسه، وشفنا اكثر من 200 محامي تضامنوا معاه، وتم تاجيل الجلسه دي. وفي خبر كمان بيقول ان نفس القاضي هو نفس القاضي اللي حكم على الشباب اللي اتظاهروا لتيران والصنافير بالسجن. تعليق حضرتك على ده يا فندم؟ هو طبعا قناه مؤدبه، انا ما اقدرش اتكلم كلام خارج. لا يا فندم، خد راحتك، احنا في رمضان. يعني هو ايه الفعل الفاضح؟ تقدر تقول لي؟ لا ما اعرفش. ما تعرفش ايه الفعل الفاضح اللي عمله؟ لا انا ما اعرفش، اصل انا ما اعرفش الحاجات دي. طيب ماشي. طيب الفعل الفاضح. طيب استاذ محمد، خليني اسالك سؤال. اذا صح الخبر ان القاضي هو نفس القاضي، هل هي صدفه ان خالد علي اللي رافع القضيه واللي كسبها في الاداريه العليا، صدفه انه النهارده يقف اذا صح الخبر قدام نفس القاضي اللي حكم على متظاهرين تيران والصنافير بالسجن؟ لا طبعا ما هي الصدفه، اذا حضرتك كنت شرفت بالوقوف امام ساحات القضاء المصري تعرف ان ترتيب الجدول بتاع القضاه ما بيبقاش صدفه. ده كمان القرار النهارده بتاع القاضي ده تحديدا، يعني المحامين بيقول، انا كنت لسه بتحدث مع احد المحامين اللي كانوا حاضرين الجلسه، قال القاضي دوت تحديدا لما بيرجع قضيه بيرجعها اسبوع او 3 ايام، وغريبه جدا ان هو ادى اجل لقضيه خالد علي لغايه 3/7. فقلت له طب انت شايف ايه 3/7 يعني؟ ليه مد بعيد؟ قال ده غريبه على نفس القاضي دوت. قال ده لان تكون تيران والصنافير اتسلمت. هو انا هنا السؤال بقى، في خبر عن انه احتمال تيران وصنافير خلاص هتتمرر في البرلمان خلال شهر رمضان، واحنا هايصين مع فيفي عبده ومع المسلسلات ومع مقالب رامز، فهتتمرر تيران وصنافير وهيتم تسليمها للسعوديه، والخبر ده هنجيبه بعد شويه. تعليق حضرتك على ده، والى اي مدى ممكن ده يكون حقيقه يا فندم؟ هو التسليم ازاي؟ انا هقول لك حاجه فنيه شويه. ايوه. المكان الويفز بتاع الموبايل كان في تيران والصنافير، لو انت رحت احد جزيره منهم او رحت وشغلت موبايلك لغايه من حوالي سنه، كان هيجيب التردد بتاع موبينيل او فودافون اللي هي في مصر. دلوقتي بيجيب تردد الموبايلات السعوديه فقط. يعني هو حصل فعلا اجراءات فنيه لتسليم تيران والصنافير. لا يا فندم معلش، المعلومه تاني اللي بتقولها يا فندم انا مش فاهم.
انك انت لو في تيران وصنافير ومعاك موبايل ما يجيبش شبكه مصريه. من حوالي كام شهر. انت لو كنت من سنه لو دخلت جزيره هتبقى داخل التردد المحلي، يعني تتكلم مكالمه محليه. أيوة. من اي مصر. طبعا دلوقتي بيتحول الجوال بتاعك لجوال دولي اول لما تخش جزيره من الجزر دي. طيب استاذ محمد، حضرتك رابط ما بين تاجيل جلسه الاستاذ خالد علي ل 3 يوليو ورابطها ما بين الخبر اللي بيقول تاجيل دعوى بطلان احاله تيران وصنافير الى البرلمان لمطلع يونيو، هل في ربط بين الاثنين يا فندم؟ هو انا كنت بنقل لك راي احد المحامين اللي كانوا حاضرين، قال انا الراجل ده طبيعته ما بيأجلش، القاضي ده طبيعته ما بيأجلش المسافات الكبيره دي. فقلت له انت شايف هو اجل المسافات الكبيره دي ليه؟ قال ده لان هو ده شغل سياسه، ضغط على خالد علي في الفتره دي كلها. يعني وتكون تيران والصنافير سلمت وضغط عليه تتحبس ولا تنزل الرئاسه. يعني ده وجهه نظر. يعني بيضغطوا عليه في القضيتين، اما قضيه تيران وصنافير وقضيه ترشحه ل 2018. يعني ده وجهه نظره، لان هو بيقول طبيعه هذا القاضي تحديدا ما بتاجلش الفترات الطويله دي. طيب استاذ محمد، خليني اخد معاك تفاصيل الخبر ده اللي هو بيقول انه تاجيل دعوى بطلان حاله تيران وصنافير الى البرلمان لمطلع يونيو القادم، ومصادر بتقول ان البرلمان هيمرر الاتفاقيه خلال رمضان ويسلم الجزر بعدها. ده الخبر اهو، مصادر مطلعه، انباء مؤكده عن تمرير اتفاقيه تيران وصنافير بالبرلمان خلال رمضان وتسليم الجزر بعدها. الى اي مدى الخبر ده ممكن يكون صادق؟ بس خليني اقول لحضرتك تفاصيله. قالت مصادر مطلعه داخل البرلمان ان هناك انباء مؤكده عن وجود اتجاه قوي لتمرير اتفاقيه تيران وصنافير خلال شهر رمضان، بحيث يتم تسليم الجزر خلال شهر يونيو. وكان المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد قال قبل أيام أن اللجنة وصلت إليها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، وبدأت الإعداد لكيفية عرضها على نحو يتفق مع صحيح الدستور والقانون، لافتا إلى أنها ستناقش على نحو فني وسيستعرض فيها البرلمان جميع الحقائق أمام الشعب. ده تعليق حضرتك على الخبر ده يا فندم. إلى أي مدى ممكن تتمرر الاتفاقية واحنا بندور على احمد السقا وندور على غادة عبد الرازق ومتلخبطين يعني في الكنافه دي؟ يا استاذ محمد استاذنك، كلنا واقعين في غلطه كبيره. الاتفاقيه متمرره وكلنا واقعين في خطا اصلا كبير. اتمررت. اسمه النضال القانوني. القانون ملوش علاقه باللي حصل. طب ما انت خدت حكم اداريه جابوا لك حكم محكمه جزئيه. يعني ده كله. بس كلنا حتى يا استاذ محمد، انا مثلا شخصيا ممكن اصدق ان انا زي ما حضرتك وصفتني كده يعني داخل في دايره غلط، لكن الاستاذ خالد علي نفسه كاتب بوست بيقول فيه ان فعلا الاتفاقيه هتتمرر في رمضان. يعني البوست بتاعه بس نطلعه يا محمود بعد اذنك اهو. خالد علي: كل شيء يتحرك من اجل كسر ارادتنا وتكويم افواهنا لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن تيران وصنافير من خلال البرلمان في شهر رمضان. دافعوا عن ارض مصر بكل ما تملكوه من حب لتراب هذا الوطن، تيران وصنافير مصرية. يعني خالد علي نفسه داخل معانا في القصه دي يا استاذ محمد. مش خالد بس، الدنيا كلها داخله. ليه؟ انا اعرف خالد، وخالد علي صديق ليه يعني شخصي وعارف تركيبته كويس. هو راجل اساس رجل وطني محترم، لكن هو محامي، ادواته القانون. طبعا كل واحد بيدافع حقيقته بادواته طبعا. يعني لكن حقيقه الامر دي قضيه احتلال ارض وخيانه وتسليم ارض وبيعها. انت عمر حضرتك شفت خائن انا باخد عليه حكم اقول له الغي خيانتك؟ ما هو في الاخر خائن باع الارض وسلمها. انا اروح احكمه تقول له لا الغي حكمك بالخيانه. ده اجراء لا يتم مواجهته بالقانون. دي ملهاش علاقه. طيب سؤال اخير عشان ايه يعني حضرتك بس تقضي شهر رمضان في البيت. يعني عندي سؤال لحضرتك عشان رمضان يعدي عليك العيد كده والبالونات في البيت. السؤال هو يعني نغير بس عشان اخواننا البعدة ما ياخدوش بالهم. نغير حضرتك اخبار الاسعار عندك في مصر ايه بقى؟ كأننا بنتكلم في برنامج اجتماعي صباحي يعني. لا اسعار ايه؟ الناس دلوقتي حلت مشاكلها وبقت زي الفل. لان لا شوف انا بريحك اهو. يا كده. لا انا عايز اريحك انت. انا مفيش قلق. انا خلاص انا خايف عليك انت يا استاذ محمد. زي الفل بس السبب ملوش علاقه بالاسعار.
يعني نعم. انا بعد اذا كانت مثلا الحاجه ام جنيه بقت ب5 جنيه، انا بقيت اشتري ربع كيلو باقل من جنيه. فهنا انا حليت مشكله الاسعار بان انا قللت الكميه، وده كويس على صحه البني ادمين. الاستاذ الكاتب الصحفي محمد منير، بشكرك واتمنى لك السلامه ان شاء الله. بشكرك جدا يا فندم. على كل حال نكمل عن